Free audio post-production by alphonic.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. تحياتي لجميع الإخوان والأخوات من هذا الفيديو. شكرا لكم على المساندة، شكرا لكم على السيبورت، شكرا لكم على الكلمة الطيبة. في إطار كل ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الحلقة اللي غتكون حلقة سبيسيال نتمنى أنكم تستمتعوا بها. وبالمناسبة التي أول مرة كتشاهد هذه القناة ما تبخلش على الاشتراك، وبيان سور إلا عجبكم المحتوى ديالنا لايك، خلينا كومونتير، ونبداو على بركة الله. المهم الإخوان البارح حطيت لكم جوج فيديوهات ما كاينش غرام ديال التفاعل، ويلي كل فيديو فيه أكثر من ساعة والتفاعل ما كاينش، ولكن يقدر يكون دار هاد الدافع ديال الوقت اللي حطيت لكم فيه، غفلتكم في الوقت اللي حطيت فيهم فيديوهات. لهذا الإخوان باش دائما تكونوا في الموعد غنبقى نحط لكم جوج فيديوهات في النهار، داكشي بالوقت، فيديو مع 12 النهار، فيديو مع 7 العشية. دابا متفقين؟ يلا المهم الخوت ما نلقاش التفاعل هضره اخرى، تحركوا شي شويه نديروا حركه. المهم فيديو تبقى لكم مع 12 النهار دائما، وفيديو مع 7 العشيه، يعني غيكون داكشي بالوقت باش حتى نتوما تعودوا الوقيته، ما تبقاوش تسناو وقتاش غيلوحوا وقتاش ما يطلعش. المهم دائما فيديوهات غتلقى واحد مع 12 واحد مع 7. كونوا في الموعد، التفاعل ديالكم الاخوان، وهاد الحلقه غتكون مرونه ومرونه ديال بصح. لهذا ندخلوا في المفيد. قرار يلا دخل حيز التنفيذ. تخيلوا ان السيكوريتي ما بقاش عنده الحق انه يهضر مع الناس ولا يوجههم تمشيو هاد البلاصه ولا هاد البلاصه ولا خصك هاد الورقه ولا هاد الورقه. ممنوع منعا كليا على السيكوريتي انه يهضر مع الناس، خصو يبعد منهم، ماشي الدور ديالو هو هذاك. الناس اللي كيمشيو للسبيطارات راه عارفين كاين واحد البلاصه ديما في الداخله فيها الناس ديال لاكيو، كتلقى بنيتات ولا ولاد هما اللي كيوجهوا الناس. هاد الناس كتمشي عندهم هما كيقول لك شنو دير وفين توجه، ما كتمشيش عند السيكوريتي باش ما يبقاوش يوقعوا الناس في نفس المشاكل اللي كانوا كيوقفوا فيها شحال هادي. نتوما الراي ديالكم في هذه القضيه؟ وهذه اخبار كتبشر بالخير، هذه اخبار كتبشر بالخير باش السيكوريتي ما غيدخلش فيما لا يعنيه. لا انت دابا قلتي بانه راه دابا راه كاينين لاكي فين غيمشي الانسان الاستقبال تما كاين وغيوجهوه للعباد. شكون اللي غيخليك تدخل تما؟ السيكوريتي. انت ملي غادي تدخل يقولك ها الشريف انت فين غادي؟ غتقولو غادي لهنا، اش غادير تما؟ ها هو دخل فيما لا يعنيه. غتقول يشغلو هذاك سير، غتقول له كذا كذا، الا الطبيب ما كاينش. اجي قنعو بانه راه ما بقاتش الوظيفه ديالو هو يدير. وقلت لكم منين هضرت قبيله يعني الفيديوهات اللي تحت السابق على القضيه ديال السبيطار ديال مولاي عبد الله في سلا، قالوا لي بعض الناس راه كيتخلص من ديك السيكوريتي باش يمشي يدوز اللاكيس، كيقول لك راه لهنا بلا ما مشيت اللاكيس هو خاص اعاده ها هو الهضره في خباطو. جيت حتى للانجليز في كاين الكور وهادي وتزوجت مغربيه. فهمتي راه ماشي انا فهمت. وراه ماشي ما عمري عرفت شي حد قبل منه، راه هضرت مع كالزا، هضرت مع فهمتوا. انا حدي كنهضر وانا بداك النوع اللي غنهضر معاك يومين غنعرفك كيفاش داير. السلام عليكم. من الاول انا فاش جيت هنايا كنت كنقول راه غناخد مغربي هو اللي غيفهمني هو اللي غنتفاهم. ايوا هاكوك ما تجيش تقول له حميده ستار العيبات، لا ما نسمحش لك، ما نسمحش لك تهينو. راه كيما هو بغى يبان عليها حتى هي بانت عليه، راه انت ماشي اول واحد في حياتي، راه كانوا بزاف ديال الناس. الحياه تجارب، تكلمت مع كالزا مع هذا مع هذا، ولكن القليب دايما كيقول المغربي ولد البلاد. المهم كون كيديب فهمت. انا بغيتي تقول لها زعما راه ماشي هي انت، راه هضرت مع الزهوريه والشهوبيه واللعيبات، راه حتى هي هضرت لك مع الزهر. المهم راه الخبر في راسك. علاش هادشي، علاش هاد الفيديو حطوه الاخوان؟ لا ماشي باش تقول له حميده ستار، لانه بعد ما تزوج بها بزاف ديال الناس ولاو كيقولوا له صاحبي انت التيتيز الحر خدام معاك وما بانت لك هذا. القلب ما يريد، القلب ما يريد الصاط. انت دبر على راسك اخويا، خليها لك هو الشوبيه والزهريه ومحبوبه القلب. قول لي واش كتبغيني؟ هو شاف فيها كلشي، انت مالك؟ انت بانت لك شي اخر غيرها بقاش دوز من حداه. شوفوا بنادم يتنمر عليه ويقول له تبيض كنتي تقول بسيت هادي ياخذوها. شوف لك الناس اللي واخدين التيتيز واخدين لك البياس الحر. الرجوله ملكه، راه ماشي زعما عندك باسبور حمر غديرينا تحت كرشك. الا عندك باسبور حمر انا راه مزوج بالجاليه المغربيه المقيمه في الديار الايطاليه، ومره اخرى غتبقاي ديري فيا هاد الشوفات نشلو راسي من الكطريه ميطاج. ايوا الشي البياس الحر راه حنا هضرنا عليه، قال لا كنتي انت غتعيق عليا باسبور حمر
أنا راه مزوّج بالجالية المغربية المقيمة بأوروبا. شكون هي الجالية؟ وجهل عاود. إخوان، راه قلت لكم ولا كيحسب راسو من الجالية، راه ولا يحسب راسو من الجالية. لا، كمّل السي نزار، كمّل، استمر، راك عاجبني. ونكتب رساله نقول لهم سبابيه ملكه، وديك الساعه غتجي عندك الكويستوره، ونهار غنمشي للطاليان اقسم بالله العلي العظيم الا غنولي بركاك. يا أخيرتي يا بنادم تمشي للطاليان تولي بلانطو تما، هاكاك. عندك الحق أختي وجه العود، والله إلا أحسن ما درتي. أحييك، أحييك من هذا المنبر. قول خونا بغا يمشي للطالياني باش يولي برقاق. هاكاك، قول العطية فين ما مشيتي. مرض، فيس، خلي مو هنا، خلي الكلب هنا في طراس. بوات حصدي من زرع شنو هو؟ حصد. شنو قال هو؟ لك من زرع حصد طيب. ومن اعتمد على ظهري بقي في اسمي واكلها في جلدي. برافو. هذيك الهضره ديال من زرع حصد ومن ذهب الى الطاليان رجع يعرفوني. تما حضروا عينيكم راني مزوج، ما كنتو كنحشموا لي المزوج، انا مزوج للجاليه المغربيه المقيمه في الديار الايطاليه. حول ولا قوه الا بالله. انا لا شوفي ديك الطاليه ما بقيتش باغيها. تا الطاليان ما بقاتش باغاك، غاميك عليها، هاي سير شوف بلاصة أخرى. أنت مالك؟ الطاليان قالت لك اللي تجيب لنا برقاق من المغرب عندنا ما نديرو به. كوسيليتو. عيشي معايا انا في البلاد، غادي ندعيك، غندعيك ماله، غادي ندير اعاده رجوع البيت الزوجيه. غيسولو القاضي يقول له اش من بيت زوجيه، واش موجد ليها كاري ليها داير لها مسكنها؟ لا سعاده القاضي، بيت الزوجيه راه عندها دار في تامسنا، هذاك هو بيت دارك ولا دار لا دارها، وانا راه مزوج بالجالي. يقول له خرج عليا، خرج عليا، ضرك عليك ماتك. بربي تجي ونكري برتوش. ياك كتبغيني جلسي معايا في الكرطون غنخرجك من هاد السوشيال ميديا. غادي نكري برتوش ب 10000 ريال، وغتسكني معايا قدام 1300 ديال البشر، وغنفرض عليك الزيف والخمار. بعد ما غنجيو من مكه نغسلوا ذنوبنا. العالي تسيري الحمام غسل وسخك. قال لك يمشي من بكا غيكري لها بيت مع الزوافيه، بغا يكري لها برتوش. قال لك خونا حتى تزوج و4 سنين الزواج بغا يبرتش في الحلال، في الحلال. راه ما كاين التبرتيش في الحلال. راه شبعاني الذنوب انا وياك، وغادي نستقروا سالينا، وبشويه بشويه غنشرو طوموبيل، غنشرو 205 كنبداو بها. غنولي خطاف، انت غتريحي غير في الدار ما غتخرجيش. انا نخلص لك البرتوش، راه هو اكبر المدعم ديالي سميتو شكون هذا، هو غيخلص لي البرتوش. ياك كتبغي راجلك واجي عيشي معايا، ياك كتبغي راجلك، ياك باغي تختبريني واش باغي طاليه لا واخا انا عارفك باغي تختبريني، كي تسحب لك ما باغيش وكندير راسي ما عارف. غادي نكري برتوش ب 50 اورو وغادي تجي للطاليان يكري برتوش هنا في المغرب، ولكن بحكم انه من الجاليه المغربيه كمل من راسك، ياك غيخلص بالاورو. علاش؟ باش يتحسب ولا ما نعاودوهاش مره اخرى. هاديك معلم، كمل، راك عاجبني بموستاج كي ناطاشا، كمل. سكني معايا تما. ياك كتبغيني ونسي عليا الحياه ديال الطاليان والكرموس كاين في المعلبات، غتسكني معايا في دوار الليل تماك، ما نسكنكش مع والديا، وغادي نخدم غتبيعي دارك وغتشري لي طوموبيل. هادو السونساكا مالك راه دايره غير 2 المليون. ولد العبد، ولد العبد قال لي غتجي بحالك للمغرب وغتبيعي الدار وغتشري لي طوموبيل 205. ايوا الطوموبيل شراتها وباعت الدار، البيرمي شكون اللي يسوق؟ اييه هو هذاك المناجر ديالو. والله يعطيك شاقل. من الحد لحد باش نخرجوا للبحر ما غاديش نشريو طاكوس، غنجمعوا الفلوس باش نديروا علاش نرجعوا، باش منين نوصل انا ل 50 عام نلقاو عندنا الدار الطوموبيل بزاف د الحوايج. انا راه نفرض عليك الزيف والخمار، الزيف والخمار نفرضوا عليك وما تخرجيش من الدار، ونعودوا نتغداو باللوبيا، ما كاينش اللحام وهكا. الله يا بوك تنعيشك داكشي اللي عيش الوالد الوالده في صغري. حيت ما باغاش ديني للطاليان غندعيك وندير لك اعاده بيت الزوجيه. ما بغيتيش غتعوضيني، غتعطيني 15 مليون باش نشري كونطرا ديال الفلاحه ونمشي نخدم على راسي. هذه في حالة ما بغيتيش، ولكن في حالة مزعوطه فيا وكتموتي عليا وبغيتيني انا، واخا راه اليوم غادي نحسن شعري وغنبان لك واحد اخر. اضرب بي الا رجعتي مازال داك الطاليان،
لا ما بقيتكش مازال ما بغيتكش ترجع لبلاد يهود، وليت كنصلي الله الوطن او سنة وصلت ل50 هو مازال واحد في 24 يعني باش فايته بعمرو عامين. اللي ما عارفش وجا العود راه عندها ولد في عمرو 24 في 25 والد، لان دابا كتعتبر جده عندها العفايد. ورغم هذا هو قال لها غنقسموا العمر، غنبداو ازيرو، غتبيعي الدار، غتشري لي 205، غنخدم خطاف، غنجمعوا راسنا، ما غناكلوش طاوس لا، منين غنديروا علاش نوليو غنشريو الدار تاني من جديد باش في 50 عام نرتاحوا. لا واخا كرا بنفسه، واخا السيدة عندها دار وعندها طونوبيلته وعندها باسبور حمر اللي تخرقوا، ورغم هذا انه غيبيع كلشي وغيجلسها على الحديده وغيبدا معاها من الزيرو. وهانتو تقول ما بقاوش ولاد الناس. تحياتي. قلت لهم البنات هذا المجرم هذا في رشيد بلانجي كيستغل العقول الضعيفة وعمل دعارة في طنجة وما كيخلي ما يعمل اللي ديك الفلوس كيقول هو كيشري بهم بنادم وجالس كيضحك على الدراري مساكن. الدراري كصعوبتهم حنا النص كبرتنا ملي الدراري دابا اللي كيكونوا مبلية خصهم غسلوس كيمشيو معاه، المهم شي مناكر وشي برايم كيعمل وشي خنز. يعني حنا ماشي نشوفو اللوم الادم ويدخل هو للحبس، هذا خصنا حنا يدخل للحبس. صار رشيد عامل دعارة في طنجة حتى هو كيستغل العقول الضعيفة. شحال من واحد باع وشرا فيه، يعني نتسقو مرة أخرى كاين كيزبل في سيدنا وشي فيديوز ديالو كيهضر على سيدنا. المهم هادو في احتياط، فهمتي؟ هذا خصو واحد الحملة كبيرة، خصنا ضروري نهضروا عليه حيتاش ما بغاش يحشم، واللي كياكل فلوسو غيشري بهم وكيل الملك، يشري بهم مخزن، يشري بهم. هو دابا فرعن كيقول انا وانا حنا نشوف. قولوا لا غيتا طلع خونا خناتا تاهو. يا سيادنا قالت لك حتى هذاك اللي قال لك زهري من لسانه يلا نجري. قالت لك حتى هو عنده وكر من اوكار البيوت ديال داك الشيء. فين كيهزوا المسؤوليه. قال لك حتى هو عنده تما كيجيب الدراري الصغار. هادشي خطير. لا اسمح لي، تما هاد الناس هاد الايامات جهلوا في طنجة. واش عندكم الغربي بوحدكم تما ولا كيفاش؟ تا كيفاش هاد خونا هذا طالع قبيله كيقول لنا هو زهري من لسانه وما عجبوش وهو كمغربي حر كطنجة. نسينا ديال الكواره. فاصوليا خضراء ماشي بيضاء، لا ماشي اللي كترقد، لا ديك اللي كتكون خطاريه. راه قال لك الدود والدود نوعان، هو فيه مجموعه الادويد. صافي خلينا من هذا. ارى لي الاخر شوفوا المحاكمه ديال هذاك خونا رمان وامو برطال اللي البارح تقدموا امام النيابه العامه وكان لهم راي اخر. تفضل استاذه بقالي تفضلي. واش داك المجتمع ديال ادم امه؟ للاسف انا ما نكذبش عليك، لما توصلت بالفيديوهات وبزاف ديال الحاجات اللي ما باقي في السريه ما غنهضرش فيهم اليوم، ولكن لقيت واحد الوليد اللي هو ربي خلقو هكاك. سي فغي كاين الهرمونات، راه مساله طبيعيه. هذه مساله طبيعيه انك تعيشي مع واحد الوليد اللي عنده هاد الخلل. حاولي تعالجيه. ولكن لما كنسمع ان الام هي اللي صفرت الطفل ديالها وعطاتو الاذن باش صفراتو، فما يمكنش لما صفرتيه. كنوضعوا سؤال، هاد الوليد لما كان قاصر فين صفتي ولدك؟ صفتيه لجهنم؟ كيفاش تخرج؟ كيف خرج؟ دابا التحقيقات راه جاريه. كيفاش خرج؟ واش كان قاصر؟ واش افيكتيمون كان قاصر ولا ديك الساعه كمل 18 سنه؟ الا كان 18 سنه راه غادي يمشي صافي. ما يمكنش يخرج من المغرب هو قاصر، ما يمكنش. من المستحيل. ما دخلش الا لا مشى بطريقه غير شرعيه. راه غادي يكون هرب من طنجه للدار البيضاء، من طنجه لمراكش. دابا الاخوان منين مشاو للتحقيق غيبانوا بزاف ديال الامور. واش بصح كان قاصر؟ واش بصح الام اللي تجرت فيه وصيفطاتو لتماكن؟ مع العلم بان هذا الشخص يحكي بالدلائل وبلايفات ان في سنة 2022 تعرف على حبيبه السعودي، يقولها بالاسم بأنه تعرف على واحد سعودي وقال لك صيفطنا. اذا دونك يعني هو وامه لهنا كلشي واضح، كلشي وادك. وهادشي ماشي انا اللي كنقولو، هو اللي كيقولو. ولكن قبل ما نسمعوا شنو كيقول في هذاك اللايف
غنشوفوا المتابعات اللي عند هاد الناس هادو، الناس اللي ما عارفينش باش هاد الناس متابعين. أجي نشوفوا الأم التجارة في البشر واستغلال الدعارة للغاية، كذلك استغلال المواد الإباحية ووسائل التواصل الرقمية العابرة للحدود، المشاركة في إنتاج ونشر وبيع محتوى إباحي يظهر نشر أنشطة جنسية، هذا الشي كله، إلحاق الضرر بالأطفال، إدارة بيت الدعارة، هي الأم هي اللي كدير البيت ديال الدعارة، والتشهير بالآخرين والمس بحياتهم الخاصة. زيادة على هذا الإخلال العلني بالحياة عن طريق التعري المعتمد، القذف والسب العلني، ممارسة العنف، هادشي كله المتابعات اللي متابعة بهم الأم. في الجنائي اللي كتبدا من 20 سنة ل30 سنة، نشوفوا يا زينك المتابعات اللي عنده، الشذوذ الجنسي، الإخلال العلني بالآداب العامة، صنع وإنتاج وتوزيع أفلام إباحية، وهادشي اللي أكدوا لينا كذلك المحامي بأنه كيتنتجوا داخل المحل ديالهم، يعني السكن، الأفلام سيكو سيكو. أجي نشوفوا التصريحات ديالو قبل الاعتقال ديالو اللي كان كيحكي في أحد البثوث ديالو بأن الموضوع وما فيه هو السعودي كيفاش تعرف عليه. أجا أستاذ تفضل، راه قال لك كيميك ولكن من نهار كيجمعوك راه كيديو لك كيعطيوها لك مقمحة. لقيتي باش كانت البيريود اللي مات بابا وكنا كنلقاو من ناكلو داك الشيء، كان صافي وصلنا في واحد البيريود اللي خايبه، كنت كنجلس في اللايف، اخوان بارطاجوا التكبيس الاخوان ما توقفوش من التكبيس. صافي حليت لايف ديال لاوي سيدي واحد النهار، صافي وبقيت كتعرف عليا، مسكين كان صيفطنا اول مره. عرف بأن الأم ديالو مشاركة في هذا الشيء، قال لك أول مرة صيفط لينا، سمعها مزيان، ماشي صيفط ليا، صيفط لينا، يعني الأم كانت عارفة هذا الشيء. وقتاش هذا الشيء؟ في 2022 لا نقولوا حنا 2025 كمل فيها 18 عام، يعني في 2022 شحال كانت عنده؟ شحال السؤال المطروح، شحال كانت عنده؟ 15 عام؟ كمل. تعرف عليا مسكين كان صيفطنا اول مره 2022. صيفط ليا شحال؟ صيفط ليا 500 درهم 500 درهم اول مره. صيفط عليا قال لي مسكين غادي شري بها لك كوش لختك وداك الشيء، وتخدو بها شي حاجه للدار، كيسحب له ديك 500 درهم على الله شنو كدير هنا في المغرب، راه 500 درهم راه والو في المغرب. مسكين صيفط عليه بحال زعما محسن، فهمتوا؟ ساعة طلع هو حسن منين غيقول لماما يا أمي راه واحد السعودي صيفط لي 500 درهم باش نشري ليه كوش لختي، راه ما غيصيفطهاش له لايف، راه قال لك صيفطها له في الخاص في سناب شات، وهناك يقع في المحظور. أجي نشوفوا فاش غيقول. أنا مشقرون إخواني أخواتي، كان في دارهم الناس اللي ما كتعرفش هو أنه كان داير واحد البيت خاص للتجارة الجنسية، وكيبيع دوك الفيديوهات لمواقع مختصة بهذا الأمر، يعني الزبائن ديالو تقريبا 95% ديالهم من الخليج. كان يعني عنده واحد البيت خاص، وللأسف الشديد يعني من زهر أن دوك الموقع طاحوا عليه جمعيات حقوقية في المغرب. يعني وصلنا لشي حوايج بيني وبينكم، وصلنا لشي حوايج يعني تفوقنا على دول ما لا دين لا ملة، تفوقنا عليهم حنا اللي عندنا الدين والملة. يعني هذاك الدري الخطير أن من كان يعد له ذاك البيت وفي توظيب ذاك البيت وفي هذا للأسف الشديد هي الأم ديالو. يعني الناس خرجوا لها النيشان، يعني المرأة ولات واخدة ولدها تجارة. وهاد الفيديوهات كاينين عند البقالي إخواني أخواتي، أنا ما يمكنليش نحطهم لأنه إلا حطيتهم راك عارفين القانون ديال اليوتيوب، ولكن لمن أراد هاد الفيديوهات يعني يمشي للقضاء، ما يجيش عندي أنا حيت عند النيابة العامة غيتصايدوني زعما نقول لك يجي عندني أنا يجي عندي تاني سير هو اللي عنده منين صاحي. يعني الإخوان راه باش تتابعك النيابة العامة بهاد التهم هادو إلا وثبت في حقك،
هادشي خالي شنو غيجي من تما كاين من الخبرة على الهواتف، هذيك هضرة بوحديتها، الخبرة على الهواتف راه ما كتجيش في 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا هادي راه كتجي كتاخد وقت، ولكن نبشركم بأنه تم تأجيل تم تحديد الجلسة إلى يوم 26 تما كاين باش غيعرفوا النيت حتى الهواتف شنو فيهم وبزاف ديال الأمور، يعني اليوم اللي عطيتكم الفيديو اليوم 17 اليوم 16 يعني نهار 26 10 أيام هاد غتكون أول جلسات ديال المحاكمة، لأن الإخوان هادشي راه ما فيهش اللعب ما فيهش هاديك لا راه غيخرجوك هادي لا، ناس عليهم بزاف ديال الأمور تميك عليهم بما فيه الكفاية، ولكن الإنسان أنه ما كيحمدش الله. إوا سيادنا باش نبشركم بالخير، ليلة الأمس خاروني كيوصل إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، قال لك بغا يولي معتمر باش يعيطوا لعمري، عمري والعمرة ويعطيه، كما كنعرفوا أنه تمت عليه شكايات من الجمعيات بسبب باقين عنده من بعض الحوايج اللي كاينين في السرية ديال التحقيق اللي غنعرفوهم عن القريب العاجل، ولكن اللي صرحوا به بعض الناس أنه حتى هو رفعوا به الشكايات بسبب أنه هو اللي كان كيجيب له الزبائن، وهو اللي تعرض له في المطار، وبزاف ديال الحوايج اللي مورط فيهم الطالون اللي كنت كنقولها لكم من أول نهار، كنقول لكم هاد وجه البختة، هاد فخاد العيالات، هاد بزاف ديال الحوايج اللي كنا تكلمنا عليهم في السابق هو سببه، وبالفعل أنه تبين هو اللي دخلوا المواقع يبيع الفيديوهات وبزاف ديال الحوايج، وهو اللي طلع له الفيزا باش مشى للإمارات، هو اللي طلع له فيزا باش مشى للخليج بصفة عامة، وهذا الشيء اللي غتعرفوا بالتفصيل الممل. تفضل يا أستاذة. هذاك الشخص اللي استقبل ادم بن شقرون في المطار وداه عند خليجي شكاية حقوقيين، شكاية تحطات عند وكيل العام بهذا الشخص اللي استقبل، وتحط الشكاية عند وكيل العام بالأم اللي حطت ولدها وصلتها المطار، واستقبلوا وداه عند خليجي. استقبلوا وداه داكشي اللي دار ليه راه صرح به الولد راه كلشي لا كاين تصريحات ما غنقدرش نقولهم لك اكيد دابا بقى السريه ديال البحث، ولكن كاين تصريحات اللي صرح الطفل باقي كان راه طفل، لا كان طفله أستاذ دابا 18 سنه واش راه راجل؟ 18 سنة راه باقي كيتعتبر من طفل. شو الإخوة اللي كنا كنقول لكم، ها هي الأستاذة كتقول لكم بأن الدري في التحقيق كيقول لهم السيد تعرض لي في المطار بلا تصرفيق بلا تمرميق وداني لعند السعودي. ايوا رفد خاروني شي الا كنتي جالس في هذيك ماما تركيا وكتقول بان غنيضن غاتجي لنا راه ناس اللي كانوا في الحساب ديال مون بيبي مشاو لهم الامارات جابوهم، ما تقول لي لا عندي كذا لا عندي كذا، الحاجه ملي كتولي تمس بينا كمغاربه والله تيتفش لك السيليكون مع البروده، ها تسنى عطي مسعوده للبروده. 18 سنه باقي ميش، ولكن راه قبل ما سنه لما كانوا كيخرجوا هما راه كيتحميو الطفوله استاذه، راه 18 سنه ما اشنو كيعرف يدير 18 سنه؟ هما كانوا كيعرفوا يديروا حتى هذا الولد اشنو دار في 18 سنه؟ راه باقي ما دار والو، باقي طفل، راه مات الاب ديالو، راه ظروفه حتى داك المواكبه النفسيه اللي كان خاصو في الاسره ما لقاهاش، الحكم الوضعيه ديال الام ديالها، ماشي كنقول الوضعيه الماديه، ولكن بسيكولوجيكمون لا مامون الا في بيزوان حتى هي كانت محتاجه للمساعده، ولكن باش يديروا لها الطعم وتصيفط هذا الولد راه غيتحاسب هذاك الشخص اللي استقبل داك الولد، هي قلبها، وهذاك الشخص هو اللي مارس عليه، وهذاك الشخص هو اللي وراه اش يدير، حنا كنحملوا المسؤوليه هذاك الشخص اللي كيتواجد خارج الوطن، فحنا حقوقيا كنتنقلوا في اي دوله راه ما تغنى حتى حاجه، حنا طلعنا حتى حاجه، عندنا حتى حاجه، واللي كيساندوا في المغرب حتى هما متابعات ليه، اللي كل من وسطاء استاذه فاطمه الزهراء كل من له يد في هذه العمليه ديال الاتجاه في البشر واستغلال الاطفال والتحريض على الفساد في المغرب، كل واحد غنتابعوه، راه تبارك الله كاين محامون، اللجنه اللي عندنا كاين محامون، كاين حقوقيون، كاين صحافه اللي هي كتوصل الصوت، كاين منابر اعلاميه، راه حنا ما ساكتينش ما غنسكتوش، لان هذا راس مالنا، راس المغرب، راس مال المغرب الوليدات والخطير راه الشباب اللي كيتدمر استاذه فاطمه الزهراء، راه انا فاش كيوصلوني هذوك داك الفيديوهات ديال الوليدات 13 14 سنه يا عباد الله، راه الاخوان هادشي راه ما بقاش فيه اللعب، راه ملي كتوصل القضيه رجال الامن راه ما كيبقاش فيها داكشي ديال السوشيال ميديا وكذا ودوز، لا كيوصل
داكشي على حقه طريقه، راه كيفاش غيستجوبوا بزاف ديال الامور. ما كيبقاش الضحك، ما كيبقاش اللعب. خونا النهار الاول ها نتوما كتسمعوا سميرة بقالي اش كتقول لك الدري كيقول لك راه فلان كان تعرض ليه في المطار، جاب له فلان، جاب له فرتلان. على حنا منين مشى تما كان وعطاه فين يسكن وشفناه مع السواعده وشفناه في الوطيلات ديال الانسان انه ماشي هارب من البلاد وجاي البلاد يتخبى تما، ديال انهم مخلصين عليه. راه كاينين اللي عندهم مرض خبيث، راه ما مشيتش مع بنتي، مشيت مع دري ويعطيه، ووصلت القضيه ان حتى الطوموبيله تشرات. وهذا موضوع اللي غيشوفوه الناس المسؤوله وغيعرفوا بزاف ديال الحوايج، لان كما شفتوا غير قبل قليل في الفيديو قال لك منين الناس باهم 2022 ما لقاش حتى باش ياكلوا، لدرجه ان السعودي عيط ليهم وصيفط لهم 500 درهم. امه ما خداماش طيله هذه المده هذه كنعرفوا هي جالسه كيفاش ان شرات هذا الرونج هذه. هو المعنى واضح. دابا غنوضع سؤال على هادوك الناس اللي كيوضعوا هاد السؤال، انا غنوضع لهم سؤال ما غنجاوبهمش، ولكن بهذا السؤال غنجاوبهم. واش كيرضيكم ان كاينه في بيت، 2 بيوت او 3 د البيوت، وولدها حداها في البيت الاخر، وكيلبس البيجامه ديالتها غوز وكيدير اللايف، كتشوفيه كتشوف هي راه في التليفون، عندها نفس التليفون، نفس القناه، وكتشوف ولدها لابس البيجامه. الله يعطيك الصحه اختي سميره، الله يعطيك الصحه. بالفعل عندنا واحد البيجامه في الغوز مخططه، راه كانت لابساها مؤخرا في اللايف وهزات علينا رجليها، كذلك كان لابسه هو النيت. والام راه شاده والفاده عارفه على ولدها. ما يغركمش المظاهر، راه منين تشاف تسربوا له فيديوهات، راه الام ما غتنوضش تقول لكم لا ولدي وانا عاجبني ديك الساعه، غتخرج غتقول عباد الله وهادي وغتغوت باش تبين انها غير راضيه على داك الشيء، ولكن راه داك هو المصدر ديالو. ويتمثل لفتاة وكيدير المكياج وغيسيل وكاع داكشي الصور، هذا ما يأثرش خواتاتو. ودابا كنسول هاد الناس اللي كيوضعوا السؤال، واش هاد الوضع ما غيأثرش على خواتاتو اللي وحده 5 سنين وحده 11 سنه؟ فاكثر من هذا اللي حنا كنا كتخوف انه الا نفضليه وتقاداو ليه المحتويات يقدر يدوز اختو حتى هي يوريها شنو دير، 12 سنه 13 سنه تقدر حتى هي يولي ضحيه. فإلا ما حديناش من هذا الشيء راه كان المشكل غادي يكبر اكثر فاكثر. فكان خاصنا نتحركوا، وهذا الشيء راه ماشي مسؤوليتنا بوحديتنا كجمعيه، فمسؤوليه هذيك اللي كتهضر وهذاك اللي كيديروا لي كومونتير، مسؤوليتكم نتوما. لهذا اللي عواج نقادوا الخبر في راسكم، لان الاخوان شنو كان غيكون المصير ديال هذوك الجوج البنيتات خواتاتو. الام تقبلات الولد امام امر الواقع، يعني صافي، يعني الا جا شي بريكول يقدروا انهم يضحيو، ما عندهمش غرامه المشكل. ملي ولينا اننا كنسمعوا وناس اللي هما كيصرحوا القضيه فيها فيديوهات من داخل السكن وشحال من حاجه، وتم المتابعه ديالهم في حاله اعتقال، زياده على هذا ان الام مشات الى السجن ديال اصيله. خوت راه هادشي كون ما توضعش له حد دابا كنا غنشوفوا كوارث، ما كناش غنعرفوا ما مصير ديك الوليدات الصغار بجوج بنيات، شنو غيكون المصير ديالهم من هنا لقدام. مشاهدينا الكرام، الامور تطورات والقضيه ولات خطيره في قضيه ادم بن شقرون والوالده ديالو، بعد ما الاستاذه سميره البقالي وضعت شكايه عند السيد وكيل جلاله الملك وعند السيد وكيل العام مدينه الدار البيضاء، ونسقوا مع السيد وكيل العام ووكيل جلاله الملك بطنجه. اليوم القضيه راه ولات في الجنايات استاذ. وي، لان الفيديوهات اللي ما توصلنا بهم خديتهم بيديا، يعني فيديوهات جات اباحيه داكشي خطير، واباحيه كاين اطفال، بيدوفيليا وكاين كبير مع ولد صغير، وكاين للاسف كاين فيديو اللي نديرو عنده في الدار، البيت ديال دار في الدار. غاديش نوضح لك بزاف، ولكن هادشي كله درنا في خاطرنا. السيد وكيل العام عطى التعليمات ديالو، السيد وكيل العام ديال طنجة عطى التعليمات ديالو في ديك الساعه، والملف راه جنايات، لان كاين انتشار في البشر. هذه هضره معقوله، تا فاطمه الزهراء في بيت النعاس ولا في الطواليط بحال انت يا اختي،
تصعري والدينا تانتي كنت حنا شي كيهضر هنا اللي كتهضر واش في بيتو زوينه هادي. كيفاش كان اللون ديال الناموسيه؟ يلا حبسي اختي سميره ونشرحوا ليها كيفاش كان. اش كان لابس؟ صندالات الصبع ولا كلاكيطه؟ كاين تجار البشر وكاين اطفال وكاين دعاره وكاين وسطاء وكاين بزاف ديال الامور اللي هي اللي كتضر بالناشئه. نعم. واش المحاضر او الشكايات فيهم اسم سفيان الطانوني اللي كان عنده؟ الوغ هو التصريحات اللي عنده راه مصرح بيان سور في التصريحات راه كيقول شكون خلص لي البي دافيون هذا كلشي عنده. شكون داه شكون داكشي التصريحات ديال الوليد ولا الام كذلك، لان راه الام هي اللي عارفه، اللي تواصلت معاه، هي اللي تواصلت معاهم، هي اللي على حسب التصريحات. انا نقول لك هي دي شوز اللي هما المعلومه اللي عطات عندنا من عند واحد الطرف، ولكن المعلومه المحاضر غادي تسمعوهم من بعد. اكيد. قضيه فيها خليجي يا استاذ، وبيان سور كان خليجي. الولد راه كيهضر ما كيهضر باللغه العربيه، ما كيهضرش اللغه العربيه والدارجه ديالنا زعما الدارجه ديالنا. سبحان الله كلهم هاد الوليدات ما كيهضروش بالدارجه ديالنا، لان العصابه اللي كاينه، الشبكه اللي كاينه عندنا، اللي كاينه في المغرب، اللي داخل المغرب، راه شبكه مغربيه مع خليجيين دوليه. نعم. وكاينين وسطاء مغاربه بيان سور، كانوا وسطاء اللي كانوا كيدخلوا ليه في العمليات وما الى ذلك ويسكتوا الناس اللي وقعوا لهم على هذا الوليد هذا اللي كاين في طنجه، راه كيهرب المو من دار لدار، مدينه وتقلب عليه دير البحث لفائده العائله. كيفاش غيوصل هذا الخليجي؟ كيفاش غيوصل الخليجي؟ قاصر وسطاء مغاربه ما غيخرجش خليجي مع مغربي، ما غيخرجش من هنا الا ولا كانت واحد الامور اللي هي قانونيه، الاذن باش الوالدين يخليوه يسافر، واللي غادي يستقبل هذاك الطفل يا خالته يا عمته يا هذا، واما شي واحد اخر مغربي اللي هو من. شكرا لك استاذه سميره. التفاصيل راه درناها في البث المباشر، واكيد اننا غنتبعوا هذه القضيه وما غنسكتوش الى اللقاء. بسطاتها لك بصريح العباره ان الولد راه خلص عليه الطياره، هو اللي جاب له الكليان، هو اللي دار ليه، هو اللي فعل ليه، هو اللي ترك ليه. راه كنت كنقولها لكم لا تعقلوا هذه اكثر من عام، وقلتها لكم العام اللي فات، وقلتها لكم هذه 6 شهور، ونقول لكم هذا النهار ان طانوني سبب الثروه ديالو اللي عنده ماشي من عطات لاجو، ماشي ضحى بالعزيزه الغاليه بوحدها، لا 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 لا، اسمع لي، راه فيها التجار، كيجيب كليان، كيجيب شنيبرات، كاينين بزاف ديال الادومات، كاينين بزاف ديال الاداب، بزاف منهم كيجيبهم كيديهم شحال تشد، هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5، كيضرب عليهم اللعاقه، صيفط ما بقيتيش خدام، سير الله يعاونك. راه كاينين هما بزاف، راه ماشي هذا هو الاول ولا الاخر. Free audio post production by alphonic.com.